لو عندكم بطة سلقناها كويس ومستوية تماما بس مش عايزين نحمرها وعايزينها تاخد لون ذهبي جميل زي اللي هتشوفوه في اخر الفيديو، مجرد ان احنا نحطها في الفرن. يبقى كملوا معايا الفيديو ده عشان هنقول فيه تريكاية حلوة قوي بديل للصويا صوص. هنجيب عندي بولة صغيرة وهنحط فيها معلقتين من معجون صلصة الطماطم الجاهزة، اي نوع تكونوا بتفضلوه، وهننزل عليه بمعلقة كبيرة من الزيت. هنقلبهم كويس لحد ما الزيت يدخل كده مع الصلصة. وهنا بقى تيجي التركية اللي قلنا عليها بديل للصويا صوص، وهي معلقة العسل الأسود. مش بتدي تسكيرة ولا بتدي أي حاجة، متقلقوش. هنبدأ نقلبهم كويس مع بعض، وهننزل بالتوابل اللي تفضلوها. طبعا هنا أنا محطتش أكتر من الملح والفلفل الأسود. هننزل كمان بنص عصير ليمون، يعني هنا بديل للصويا صوص معلقة العسل الأسود وعليها نص معلقة الليمون. هنقلبهم كويس، وبكده يبقى الصوص معانا او الخلطة جاهزة معانا اللي هنبدأ ندهن بيها سواء فراخ سواء بط، بس عايزين ناخدها لون في الفرن مش عايزين نحمرها. وده الشكل النهائي للبطة بتاعتنا في الفرن، وبألف هنا.